فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. في كتير من الناس يا جماعة عشان يعتبروا أن النعمة من الله سبحانه وتعالى لابد أن تأتيهم بدون أسباب، بدون بذل مجهود ولا بدون تعب ولا تفكير فيها، تجيله كده تهبط عليه من السماء كده يقول دي من عند ربنا. إنما لما يبذل فيها مجهود وتعب وتفكير ينسبها لنفسه، يقول لك لا ده انت ما تعرفش، ده انا دافع، ده انا طافح فيها الدم، ده انا ده جايه بعرق الجبين. دول يا جماعه فشلوا في الاختبار بتاع ربنا سبحانه وتعالى، واصبحت قلوبهم متعلقه بالاسباب، اما المؤمنون حقا متعلقون بمسبب الاسباب.